اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. معايا كوبايه ميه دافيه، هنزل عليها معلقه سكر، معلقه خميره فوريه. هقلب بقى الخميره كويس. هنا معايا كيلو دقيق نخليه، معايا معلقه زعتر، معلقه سكر، ذره ملح، معايا زيت زيتون هحط معلقه، مفيش زيت زيتون ممكن تستخدمي زيت عادي. هحط معلقتين زبادي او علبه زبادي صغيره. عندك لبن بودره برضو ممكن تضيفي. انا كده بدات انزل بالخميره بتاعتي. هنا انا هعجن، هنزل الميه تدريجيا، ميه دافيه، عشان كل نوع دي بيختلف عن النوع التاني. لو عجبك الفيديو دوسي لايك وشير. اول ما تلاقي العجينه بدات تبقى طريه كده وتسيب البوله بتاعتك، غطيها كويس وحطيها في مكان دافي. هنا انا هستخدم الاسترتش اغطيها بيه. الحشوه بقى بتاعتي اي حاجه موجوده عندك هتحشي بيها البيتزا، مفيش مشكله. هنا معايا فلفل كوبي وحار، هقطعه جوليان او قطعي مكعبات زي ما تحبي. هنبدا نعمل الصلصه. معايا معلقتين زيت زيتون، زيت الزيتون ما بيسخنش. هنزل عليهم صلصه، معلقه زعتر، معلقه توم ني مش محمره التوم يعني. حطي بقى بهاراتك، ملح وفلفل اسود، يا دوبك تسيبها تتسبك. انا كان عندي الصلصه في التلاجة في الفريزر. انت ما عندكيش اضربي طماطم، ما عندكيش طماطم صلصه جاهزه. انا كده خلصت الصلصه بتاعتي جاهزه. هنا معايا جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا وزيتون اخضر وطماطم. العجينه بتاعتي كده خلاص خمرت. طلع بقى الهواء من العجينه. معايا صينيه هحط فيها دقيق، ارش فيها دقيق واقطع بقى الكور حسب ما انا المقاس اللي انا عايزاه. كده انا قطعت كل العجينه اللي معايا. انا هبدا افرد، هحط دقيق من تحت عشان افرد عليه العجينه، بتسهل معاكي الفرد. افرجي بقى على قد حجم الصينيه بتاعتك. انا بدهن في الصينيه زيت زيتون، ما برضو مفيش زيت زيتون ادهني زيت عادي. هبدا بالصلصه الاول. الحشوه دي بتاعتك، اي حاجه عندك متاحه حطيها. هنا انا مشغله الفرن، هحط الصينيه على درجه حراره عاليه. اعلى حاجه عندك في الفرن هتحطيها الصينيه من تحت خالص، يا دوبك تبدا تاخد لون من تحت. ممكن بقى تشغلي الشوايه اخر 3 4 دقايق علشان الجبنه. هنا برضو انا هعمل مره كمان عشان الميني بيتزا. اي مقاس حاجه، اي مقاس كوبايه عندك عايزاه تقطعي منها الميني بيتزا. العجينه بقى ديت بتلميها تاني وتبداي تعمليها كمان مره، تطلعي منها برضو ميني بيتزا صغيره. برضو هبدا بالصلصه الاول، واي حشو موجود عندك. انا دي الميني بيتزا عملتها بالجبن. سهله ولذيذه وطعمها حلو جدا، جربوها ان شاء الله تعجبكم.
ما تنسيش في اللايك والشير. اهم حاجه لو الصينيه فيها صلصه كده، امسحيها الاول قبل ما تدخليها الفرن علشان ما تتحرقش منك. جربيها، تنفع ولادك في العشاء، تنفعهم في الفطور، تنفعهم في المدرسه، هشة وجميله ان شاء الله تعجبك.